السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن احوال. كل سنة وانتم طيبين. خلاص ما عادش حاجة عن رمضان، يعني عادش ال4 ايام، يعني كل سنة وانتم طيبين. رمضان ان شاء الله يوم الاثنين، يعني ان شاء الله هنتسحر ان شاء الله بإذن الله يا رب. يوم الحد. ربنا يجعله رمضان سعيد علينا وعلى المسلمين يا رب، وفرحنا وفرح أمة محمد أجمعين. اللهم آمين. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى طبعا كل يوم بنحتار على الأكل نعمل ايه، فطبعا بقى قلت ايه لازم ان انا اروح الأرض اجمع معاكم شوية فول اخضر، ونعمل ايه كشري فول اخضر. وادي الفول الاخضر اهوت. في ناس بتزرع الفول الاخضر على الجسر بتاع الربة، وفي ناس بتزرع في ارض بس فول اخضر، وفي ناس بتزرعه في وسط البنجر. طبعا الفول اللي انا بجمعه دوت بجمعه في وسط البنجر وكده. طبعا بقى وزارعين في البنجر برضو كرنب وايه وشبت وكزبرة برضو. وزارعين هي اول زي ما انتم شايفين كده توم اخضر حوالين الارض وكده. اه ما شاء الله ادي الفول الاخضر اهوت وانا بجمعه. ما شاء الله عايزه اقولك ان الفول بتاع البنجر دوت بسم الله ما شاء الله بيبقى طعمه مسكر يعني. ما شاء الله بألف هنا وشفا يا رب على اللي هياكل. اه فقلت بقى لازم ايه ان انا اروح اجيب ايه فول اخضر وكده. في ناس برضو بتحب تاكل فول اخضر دمعة، وفي ناس بتاكله كشري فول زي ما انا هعمله معاكم برضو كشري الفول. وفي ناس بتاكله فول اخضر كده مع عيش وجبنة وكده بيبقى طعمه برضو جميل. ما شاء الله واحنا كنا دلوقتي كده كنا بعد العصر. ما شاء الله وادي ايه الشبت والكزبرة اللي انا ايه جبتهم من الارض. ما شاء الله الشبت اهوت اخضر ومنعنع وريحته جميلة جدا. ما شاء الله شايفين الاجواء ديت. كنا ايه قبل المغرب بحاجات بسيطة، فانا جبت الفول دوت على بيات بحيث ان انا ما اروحش مثلا الارض في الشمس وكده. وادي ما شاء الله دي الغلة مسبلة خالص بسم الله ما شاء الله. يا رب يزيد يا رب. ما شاء الله وادي الفول اهوت وهو مزروع في قلب البنجر. وادي معايا اهوت الفول الاخضر اديني اهوت فصصته ما شاء الله اهو. وادي جبت بقى الحلة بتاعتي كده الحلة الالومنيا وحطيت فيها شوية زيت. طبعا عندك حلة ألمونيا ماشي، عندك حلة تيفال ماشي، زي ما تحبي بقى شلستين ماشي زي ما تحبي بقى تطبخي في ايه. انا عامة بحب ان انا اطبخ الكشري الفول في الحلة اللي هي الألمونيا دي. وجبت بصلتين كده حلوين كده وقطعتهم ناعم بالشكل دوت وهحمرهم في الايه في الزيت اللي انا حطيته في الحلة دو. اه ما شاء الله وهمسكه اقعد اقلب فيه كده لما يحمر. في ناس بقى بتحب الكشري الفول دوت بيبقى لونه ابيض كده، وفي ناس بتحبه ايه اللي هو لونه غامق. عايزه تغمقيه لازم تحمري البصله زي ما انت شايفاها بالشكل ده كده. بيبقى الكشري كده طالع لونه بني كده بسم الله ما شاء الله بيبقى طعمه جميل وشكله بس كفايه. فطبعا بقى انا حمرت البصله بني خالص بالشكل دوت عشان الكشري الفول يطلع معايا الدرجه اللي انا عايزاها. وادي وجبت الفول اللي انا بعد ما البصل احمرت نزلت عليه بالفول اهوت وهمسكه ايه احطه بقى على النار هادية كده يتلوح مع نفسه مع البصل لما يستوى بقى خالص. وادي اهوت خلاص استوى اهوت بقى شايفين. ادي اللون بتاعه بقى لونه بني كده بالشكل اللي انت شايفاه دوت. اه ما شاء الله. وطبعا بقى وهجيب ايه المية بتاعتي، عند مية مغلية بقى مية ساقعة زي ما تحبي بقى. طبعا ايه هوت وسبتهم غلوا شوية وبعد كده هنزل عليهم ايه هجيب اللي هي الملح بتاعي وجميع البهارات بتاعتي. وهنزل طبعا بتبقي غاسلة الرز ومصفياه بالمصفد الاول. وطبعا لما المية غلت اهيت بالفول نزلت عليه بقى ايه الرز طبعا مصفي. فنزلت على الفول زي ما انت شايفة بالشكل دوت كده. اه ما شاء الله. وتكون انت حاطه الملح والتوابل بتاعتك في قلب المية عشان تعرفي تظبطي الحدق بتاع الايه الكشري الفول. عايزه اقولك الكشري بالذات لما يكون حدقه صغير شويه بيبقى بصراحه بيبقى طعمه جميل احسن ما يكون طعمه عادب. اه بسم الله ما شاء الله. عايزه اقولك اللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتحطوا لايكاتكم الحلوه الجميله اهو.
ما شاء الله. وهمسكه بقى ايه، اقلبه ايه ببعض كده. اه ما شاء الله. شايفين بقى لونه بني اهوت. دي الدرجة بتاعتي ايه اللي انا عايزاها، دي الشكل بتاعي اللي انا عايزاه. وهنزل طبعا، انا كنت مقطعه شبت وكزبره اللي انا جايباهم من الارض، لونه اخضر اهوت ما شاء الله، وريحته حلوه ومنعنع وجميل. اه هنزل عليه بقى طبعا، وهمسكهم هقلبهم في بعض. اهو ما شاء الله، بألف هنا وشفا يا رب على اللي هياكل. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، يا حبيبي يا رسول الله. اه ما شاء الله. وادي الشكل بتاعي النهائي، ادي شايفين الشكل بتاعي عامل ازاي، لونه بني زي ما انا عايزاه. وطبعا بقى كنت مقطعه اللي هي عامله بطاطس صوابع كده، ومقطعه طبق السلطه بتاعتي وطبق المخلل. وطبعا بقى ايه، عامله كوبايه شاي. انا بحب اكل الاكل دوت ومعايا كوبايه الشاي.